عشوائية الحياة واللا انتماء. أنا مو مع فكرة الحياة وردية والحياة ما لها سوداوية. آه، هي وسطية بكل شيء. أحيانا بيكون في لما بكون حاسس بالحب والمشاعر حغني لليلى وأنا حاير وين أضمها، ولما أكون حاسس بالحزن حغني سميتك سما. هذا الشيء اللي حبب الناس فينا نحن الجيل الجديد، لأنه عم نكون أقرب، لأنه عم بيحسوا اللي عم نحكيه حقيقي. لما عم يفوتوا على اللايف لعنا على الانستغرام، لما عم يفوتوا على الستوري عم بيلاقوا إنه هذا الإنسان مش بعيد عن الموسيقى اللي نحن عم نسمع له إياها، هو نفس الحدا. وبرأيي احدى اهم اسباب النجاح هذا الشيء اللي صار. سميتك سما ما بيناسبك الا نجم. ما كانوا مأذيين، بس لا ما كانوا داعمين. اخذت كتير وقت اقدر اوصل وجهة نظري، لانه نحن نرجع للحالة الاستثنائية اللي نحن فيها، بدنا ضمانات. ما في وقت انك انت تكون قاعد ببيتك، ما عندنا هذا الاستقرار، ما عندنا هي الحرية لحتى انت تقعد سنتين ثلاثة من حياتك بس عم تعمل موسيقى. ما عندنا قادرين نعطيك هذا الدلال، فقوم اشتغل. فانا كنت مآمن بانه بيوم من الايام حيزبط هذا الشيء، فايه عانيت شوي لوصلت الفكرة، واضطريت اعمل اكثر من شغلة مع بعض. انا وعم بعمل موسيقى، واضطريت اتعلم اكثر من شغلة مع بعض بالموسيقى لحتى اكون عم بعمل الشيء اللي بدي اياه. بالضبط. ضيع علي الحروف لا، الحجة والحجة امورهم كثير رايقة ومبسوطين فيني وما خيبت ظنهم الحمد لله. بدي غنية صبرا اللي هي حتكون بتصيب الكل نوعا ما، غربية أكثر من يا ليل ويا العين. بس حسيت إنه بدي غنية شوي أتقل للعمر الأكبر، فعملت بس ما تفل. رح أعمل خطوة جريئة إنه حنزل التنتين، وعندي ثقة إنه كل وحدة حتصيب جمهور. ما بعرف كيف حيصير هذا الموضوع 100%، بعدنا عم ندرس وعم بشتغل كتير منيح، عم بجتهد على هذا الموضوع. بس متأكد إنه بس تكمل الفكرة اللي براسي، كل غنية من هاي الأغاني حتصيب جمهور، حيكونوا مختلفين تماما عن بعض. صبرا مش كتير بعيد جمهور عن اللي شكلته بيا ليل ويا العين، إنما حتثبته أكثر. بس ما تفل حتصيب جمهور جديد مختلف كليا. برسم واحد. بس ما تفل بتحكي عن حب من طرف واحد و... وعلاقة بالمطلق ما حتزبط. بس أنا حاسس بمشاعر بدي أعبر عنه، اوكي، حاسس بحب بدي أعبر عنه. بس هو الفكرة مش بالموضوع، الفكرة كيف طرحت الموضوع وكيف انصاغ. مثلا إحدى الجمل اللي بقول فيها بما معناه معروف لاجئ لوطن ضلوا ما تفل، ما شافوا اللي شفته أنا، ما عرفوا بعيونا بلد أنا بقوى وما لك غير الكل. بما معناه بظل هذا الشخص يلي ما حاسس باللا انتماء وانه ما عنده بلد، هو قرر انه لما قرر بده يلجأ لحدا او يلجأ لعيون حدا، لا غير متاح اساسا. فعم بحكي عن هي الكسرة اللي صابتني، شعور الوحدة، وانه هذا الشخص ما ممكن يكون معي بالمطلق. عم بحكي فهذا موضوع بس ما تفل بطريقة كتير غير كل شيء عملته بحياتي. حلو. كتير 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 غير، ما بيشبه شيء عملته لا غير متاح اساسا. فعم بحكي عن هي الكسرة اللي صابتني، شعور الوحدة، وانه هذا الشخص ما ممكن يكون معي بالمطلق. عم بحكي فهذا موضوع بس ما تفل بطريقة كتير غير كل شيء عملته بحياتي. حلو. كتير 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 غير، ما بيشبه شيء عملته انا. ثالثة حتكون لهجة مصرية، كلماتي والحاني. ما بعتقد حتنزل مع صبرا وبس ما تفل هالقد قريب، لانه كثير بدها شغل. بس اكتشفت انه بعد يا ليل ويا العين صبت فئة كبيرة من المجتمع المصري وحابين، وقررت اني اعمل شيء هيك لهم، لانه هن صاروا موجودين عندي، فقررت اني اعمل شيء لهم، ان شاء الله تنجح هي التجربة. لعبي ايه بصراحة انه بالوقت المناسب، بس اكيد في تعاونات مع المغرب العربي، في تعاونات مع اوروبا. بيحكون صبري. اوكي، لانه نحن بعصر السرعه
قلت لك او يمكن بعد ما قلت لك، فنانين جيلنا كثير اسرعوا بالظهور عموما، وهي غلطة لا ينلاموا عليها، بس لانه هي عصر السرعة وهيك عم تجي. ونحن مالنا اكاديميين، نحن مالنا مهيئين 100% للمسرح، نحن شباب موهوبين عم نشتغل بالفطرة، عم نكتب ونلحن ونشتغل، بس تجي الحمد لله حققنا نجاح، تجي تكمشني وتحطني بمسرح قدام 10,000 شخص، لا ما حتلاقيني مثالي، يا اما انطرني. فانا قررت انه لا، حاشتغل على الموضوع، وحكون انسان دارس 100% ظهوري وشو بدي اعمل على المسرح واطلع لكم. وخلصت فعلا هذا الشيء، ب 16 الشهر الجاي عندي حفلة وين؟ بلبنان.